مشان رجوع لعفرين مشان هذا الشيء كله. نحن بدنا صحيح نرجع على عفرين، بس نحن نرجع بكرامتنا، بدون كرامه ما بنرجع على عفرين. نحن وقت قررنا نطلع من عفرين مشان الكرامه تبعنا، نحن بدنا نرجع على عفرين بكرامتنا، فلذلك كرامتنا بالاداره الذاتيه. انا وانتم بنكمل كلياتنا بعض، جميع الاديان، جميع الاطيان، جميع المكونات بنكمل بعضنا. لا الكردي يقول انا ولا العربي يقول انا. مشروع الامه الديمقراطيه مشروع للكل، مشروع كل واحد بعاداته وتقاليده فيه يعيش في هالمشروع. فلذلك جميع الدول الراسماليه ما بحبوا هذا المشروع. ليش ما بحبوا هذا المشروع؟ لانه بكون نهايتهم خلص هن راحوا ماتوا. هذا المشروع الأمة الديمقراطية كل واحد بعاداته وتقاليده بزيه بلغته بعيش. فلذلك نحن هون انتم أكثر شيء كماموسيات، انتم عليكم عبء. هلا جميع الدول عم بيقولوا لفلسطين انتم بعتوا أراضيكم، الأرض اشتروا، مبين توثيقات وما توثيقات كلياتهم اشتروا، فإذا انتم ما برغم لحد هلا نحن كمان كشعب الكردي وكشعب العربي بعفرين عم بصير نفس المؤامرة علينا. الشعب بروحوا لهني تفريغ حوالي إدارة ذاتية من الشعب ليفصلوا الشعب من الإدارة، فلذلك وقتها بيحاولوا حياة الكل جحيم وببعثوهم وبيشتروا هالأراضي وهن ما بقى نرجع لعفرين. يمكن هلا عم نقول لحد هلا هالدقيقة بنقول نحن بدنا نرجع على عفرين. حلمنا نرجع على عفرين، نحن وقت طلعنا من عفرين حفرنا. فلذلك من ناحية اللغة لازم نحن كمان كماموسيات نرغب الشعب كل واحد منهم يدرس بلغته